السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله عاملين 3 صوصات، التلاتة احلى من بعض والتلاتة منستغناش عنهم في كل بيت وجنب اكلنا في اي حاجة. لحوم بقى، فراخ، اي حاجة، بطاطس محمرة. عاملينها بطريقة سهلة وبسيطة عشان كمان بناتنا سنة اولى مطبخ. الطريقة سهلة جدا، ماشية معاكي بالمقادير واحدة واحدة. قايله لك على المقادير كمان بالمعلقة وبالكوباية عشان تطلع معاكي مظبوطة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا وصفتنا ازاي. بس لو عجبتك وصفتي ما تنسيش تعملي لي متابعة على الفيس واشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تعليقات ولايكات بالله عليكم عشان الفيديوهات تترفع. كمان هقولك على تركاية حلوة قوي، ازاي وصلت للون صوص الباربيكيو بالشكل ده كده ولون الكاتشب زي اللي بنجيبهم من بره بالظبط اهو. يعني شايفة دي الازازة اهي جاهزة. بص للون وبص له اللون هنا اهي نفس اللون. انا هقولك على التركايه دي بس اسمعي الفيديو للاخر لان انا حطالك في اخر الفيديو عشان خاطر انا بعد ما عملت الوصفه كلها فكرت في الفكره دي ونفذتها فجربتها وطلعت معايا ناجحه فقلت لك عليها في اخر الفيديو. يعني هتعملي الوصفه ان شاء الله بنفس الطعم ونفس الشكل وكل حاجه زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. وادي الطماطم بعد ما طلعت من الفرن هي جابت ميتها معايا شويه عشان خاطر ايه، طولت عليها في الفرن شويه. تمام، فانت ما تبقاش تطولي عليها في الفرن بس هي مش مشكله. يعني انا هضربها في الخلاط بالميه بتاعتها دي عادي. تمام، بس هقشرها وهي سخنه كده يا دوبك. انا بس سبتها هديت شويه، هقشرها بالشكل ده كده اهو. هقشرها وهحطها في الخلاط. انا هنا قشرتها وحطيتها بميتها اهو زي ما قلت لكم. اهم شيء ما تضيفلهاش ميه من الحنفيه، هي الميه منها فيها بس. انا هنا ضربت اول شفشه اهو وصفيته بالمصفى الضيقه دي. اهم شيء كمان حاجه اقول لك عليها، لما تيجي تقشر الطماطم وتضربها في الخلاط ما تسيبهاش لما تبرد. يعني ما تسيبهاش لما تجلد كده وقشرتها تلزق عليها، لا يعني خلي السخونه تطلع منها على قد ما ايدك تتحمل فيها قشريها. هصفي الكميه اللي باقيه بقى بالمصفى وارجع لكم تاني. انا كده صفيت الطماطم وخلصتها اهي بالمصفى زي ما قلت لكم. كمان اقول لك على حاجه، لما بنشوي الطماطم في الفرن بتبقى احسن للكاتشب من لما كنا بنحطها في الحله على النار ونسلقها. لما بتبقى مشويه بتبقى احسن في الكاتشب عن المسلوقه. انا هنا خدت نص الكميه وحطيتها في حله بالشكل ده كده اهو. النص التاني هعمل بيه الصوص التالت، لكن هنا ده للكاتشب. انا هنا سبته يغلي لمده 5 دقايق بس على نار هاديه. معايا هنا بقى المقادير بتاعتي، معايا 4 معالق كبار عصير ليمون، معايا فنجان من الخل، معايا نص كوباية سكر، معايا كوباية الا تلت مية يعني فوق نصها بشوية كده. معايا هاخد هنا من البرطمان ده معلقة نشا على المية، ومعايا بقى معلقة كبيرة بابريكا، معايا معلقة كبيرة بصل بودر، معايا معلقة صغيرة توم بودر، معايا معلقة صغيرة ملح. هنا هنزل بالمكونات كلها بقى اللي في الكوبايه البيضاء ده. على فكره ده الخل بس هو مالش معايا في فنجان فانا جبت اللقطه ده عشان تشوفيها. هتسيب الطماطم تغلي وبعد كده انزلي بالمكونات بتاعتك كلها. الكاتشب نفس صوص الباربيكيو بس بيختلف في حاجات بسيطه. اهم شيء كل ما تضيفي مكون سيبيه يغلي 5 دقايق وانزلي بالحاجه التانية لحد ما تخلصيه، وبعد كده برضو ايه سيبيه يغلي 5 دقايق في الاخر كمان ونزليه. هنزل هنا بقى بالنشا، بقى بكب واقلب بسرعه كده عشان خاطر النشا ما يكتلش مني، فانت قلبي بسرعه. شايفين بقى يا جماعه احنا عملنا كيلو كاتشب بحاله اهو من حاجه بسيطه، يعني سعره ما كلفناش كتير ولا حاجه، وعملنا بسم الله ما شاء الله كميه كبيره اهي. يعني يعتبر عملنا كيلو كاتشب بربع ثمنه. شايفه انت العبوه دي؟ شوفي وزنها قد ايه، بصي كده اهي 125 جرام. انتوا عارفين انا كنت جايباها بكام؟ والله العظيم من 3 ايام بالظبط انا جايباها ب17 جنيه ونص. يعني شوف بقى اما تجيبي 125 جرام ب17 جنيه ونص،
فشوفوا بقى احنا وفرنا قد ايه. انت لو حسبتيه هتلاقي كيلو طماطم، يعني كيلو الطماطم انا جايبه كيلو الطماطم احلى طماطم جايباها ب3 جنيه، شويه الخل وشويه التوابل ومعلقتين النشا، يعني احسبي لهم 5 جنيه. احسبي يا ست نص كيلو سكر ب5 جنيه، يبقى يعتبر كده عملت كيلو كاتشب وقف عليك ب13 جنيه. معايا هنا بقى الصوص الباربيكيو نفس المقادير اللي حطيناها في الكاتشب، ولكن هنشيل منها معلقه البصل البودر، وباقي المقادير زي ما هي. في مكون بقى هضيفه بقى زياده، اللي هو ايه، اللي هو صوص الباربيكيو ده اللي زي دي انا شارياها جاهزه، شايفه دي 200 مللي جايباها ب35 جنيه. تمام. شوفوا انت بقى هتعملي قدها 5 مرات بربع التكلفه. دي انا هاخد منها فنجان هضيفه على الوصفه. الازازه دي انت ممكن تشتريها مره واحده وعينيها عندك، كل ما تيجي تعملي الوصفه خدي منها فنجان. وادي الطماطم دولكم هنعمل بيها الوصفه الثالثه. هنزل بقى هنا معايا بالمقادير. هنا هنزل بنص كوبايه السكر، والمفروض يتحط له سكر بني، ولكن انا ما عنديش سكر بني، فهعمل ايه، هنزل بالسكر العادي ده، وهنزل ب4 معالق عسل اسمر، هيبقى معايا بدل السكر البني. التليفون فصل مني وانا بحط العسل، معلش. ما قلت لكم بدل السكر البني ان احنا هنحط سكر عادي، وضفت عليه 4 معالق عسل اسمر بدل السكر البني، او 5 معالق عشان اوصل للون بتاع الصوص. هو بيبقى لونه غامق عن الكاتشب بالشكل ده كده، وهسيبه يغلي شويه. ما تخافيش من العسل، ما تقوليش ان هو ايه لا هيبقى مسكر قوي، لا هو مش هيبقى مسكر قوي، لان ما تنسيش ان احنا هنضيف كمان كوبايه ميه لسه. وعموما لو قلقانه من موضوع العسل، انقصي بداله معلقه سكر او معلقتين سكر من النص كوبايه. خدت بقى من ازازه صوص الباربيكيو، خدت منها ربع كوبايه بالشكل ده كده، يعني فنجان. تمام. هضيفه عليه بالشكل ده كده اهو، يعني المقدار اللي انت هتحطيه على كيلو الطماطم فنجان يا جماعه، بس انا عشان عندي الكوبايه دي صغيره قوي. انا سبته يغلي شويه كده عشان اوصل كمان للون المطلوب، يعني يبقى طعمه لون. هنزل بفنجان خل، عشان خاطر زي ما قلت لكم في الكاتشب ان الخل اللي عندي ده ايه خفيف، فهنزل هنا كده بفنجان خل وهقلب. هسيبه يغلي كمان 5 دقايق بالخل. هنزل بقى بكوبايه الميه ومعلقه النشا واقلب. لازم تكون ايد بتكب وايد بتقلب كده، عشان النشا ما يجمدش منك ويبقى حته واحده. هسيبه بقى يغلي مع نفسه كده 5 دقايق او 10 دقايق على نار متوسطه زي ما قلت لك، بلاش النار العاليه. وادي الصوصات بتاعتنا بعد ما خلصت اهي. هقول لك بقى التركية اللي طلعت لي اللون بالشكل ده كده. هقول لكم بقى على خطوه مهمه تعملوها، بس للاسف انا فكرت فيها بعد ما خلصت الوصفه، بس عدلتها يعني الحمد لله. فكرت ان انا عايزه ايه اوصل للون الكاتشب ولون الباربيكيو زي اللي بنجيبه جاهز، يعني انا عايزاه طعم ولون في نفس الوقت. فعملت ايه، حطيت معلقه سكر كرملتها، خليت لونها اصفر غامق كده شويه، ورحت ايه كباها على الكاتشب وعلى الباربيكيو. بس الكراميل سخن والصوص بيبقى سخن، وتكبي وتقلبي بالمضرب بسرعه. لونه بيديني ايه، بيديني اللون بقى زي اللي احنا بنجيبه جاهز من بره كده بالظبط. بس انا فكرت في الفكره وعملتها قبل ما اطلع لكم بيها يعني. وكبيته وجربت، فلقيت ايه اداني اللون حلو زي ما انا عايزه فعلا. فانا هنا هعمل معاك الكراميل اهو، يعني عشان اقول لك ايه توصلي للون ازاي، نفس اللون اللي انا حطيته، يعني عشان ما يغمقش منك ويمرر في الكاتشب او في الباربيكيو. اهو شايفه اللون كان معايا بالشكل ده كده اهو، شايفه اللي هو ايه، يعني اصفر غامق شويه، مش بني، مش مدي اللون الاسود كده، لا لو غمق منك عن كده هيمرر. فانا حبيت بس ايه اوريكي اللون هيبقى عامل معاك ازاي، عشان تجيب اللون ده كده بالظبط وتروحي بقى كده ضايفاه، هيديك ايه، هيديك اللون الحلو بتاع الكاتشب وبتاع الباربيكيو. تمام اهو بالشكل ده كده. اوعي تخليها تغمق منك،
هكرر عليك تاني، لو غمقت منك هتمرر.